لجنة مهرجانات بيبلس أطلقت البرنامج لصيف 2023، برنامج حافل ومثمر. شو بتوعد المتابعين، شو بتوعد يلي حابين مهرجانات بيبلس واليوم كانوا متشوقين لسماع هذا البرنامج؟ أولاً بسرني باسم لجنة مهرجانات بيبلس الدولية إنه نرجع نطلق برنامجنا السنة لصيف 23 بنوعية كبيرة متعددة متنوعة، ببرنامج محلي لبناني إضافة إلى برنامج أجنبي. التنوع بيكون بالجمهور اللي بنتوجه له، شبيبة، الجمهور اللي بيحب يتسمع على طرب أصيل، متذوقين الفن، نوعية الفنانين يعني. والبرنامج الفني الثقافي اللي موجود هي إنه نقدر نعطي المستمع أفضل ما يكون من الفن اللبناني بالموسيقى. شفتوا البروجرام اللي محطوط، هبة طواجي كارلا رميا، فرقة فيلوكالية بقيادة الأخت مرانا سعد. بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشرفين بكي ودموع، لينا ننهي الحروب يا دول القوية، لا للفقر لا للقمع لا للعنصرية. ألف أبي سعد مع الأوركسترا تبعيته جي مانوكيان، ومننهي بتايجا اللي هو فنان R&B راب أمريكاني. التنوع هذا كان يميز مهرجانات بيبلس قديما. بنشوف برامجنا ونتذكر مين كان يجي، يعني كان في مسرح، كان في رقص، كان في غنى، كان في لبناني، كان في أجنبي، كان في من دول عربية. بدنا نرجع على هالنوعية هيدي، خاصة انه هدف مهرجانات بيبلس انه تنتج عمل فني متنوع بيتناول شيء واسع من الجمهور، يعني يكون في عنا لكل المتذوقين انواع الموسيقى. بالمقابل السنة عم نشتغل بغياب اي مساهمة للدولة اللبنانية، بغياب اي مشاركة او رعاية من القطاع الخاص اللي كنا معودين عليها بكميات كبيرة، إن كان من لبنان ولا من أوروبا ولا من الدول العربية. كان هدفنا السنة إنه نرجع نتصل بأصدقائنا بالتمويل الذاتي من اللجنة، من أفراد اللجنة، حتى من أصحابنا، من معارفنا، من اللي بنتعاطى معهم بأشغالنا، وما حدا قصر، كله لبى، إن كان ماديا أو بتقديم تجهيز للفستيفال. بكل هالتشجيع اللي اجينا كان حري فينا انه نرجع نعيد نشاط مهرجانات بيبلس، خاصة إلنا اخر مرة عملنا 2019 2021 22 ما انعمل شيء. 22 بلا انعمل كونسير بكنيسة مار يوحنا، انما على نطاق كثير خفيف يعني صغير. السنة بنرجع على اللي عودتنا عليه مهرجانات بيبلس خلال من سنة 2003 بالفيرسيون جديدة تبعيتها، علما بأنه بلشنا قبل من تاريخ مهرجانات جبال. بلشت أول مرة سنة 68 مع صباح، مع نادية جمال، مع فدوى عبيد، جوزيف عزار، فيليمون وهبة، فرقة الأنوار للرقص. بعدين إجا فترة كانت مع تورو سيرانوسيان، مغنيين النجوم الفرنسيين. بعدين عمل ببرامج الارت ويف مع LBC على مينا جبال. رجع نعمل بعدين ميديترانيو مع ميشيل الفتريادس، كنا بثلاث سنوات على الموقع ذاته سنسور مينا جبال. وصولا بعدين بالانتاج المحلي، يعني مع كبرنا المسرح وكبرنا الانتاج وعدد الحضور، طلعنا من حوالي 1000 شخص بالليله، وصلنا سنه 2019 الى 10,000، استقبل 10,000. هدف المهرجانات كمان تنتج مع الفنانين الجداد، يعني ذكرت آلاف كان معنا سنة 2001. كارلا
اشتغلت معنا إن بلبنان أو بإيطاليا، كان بعدة معارض ترافقنا. هذيك اليوم عم نشوف عدة فنانين مرقوا معنا بأف بيبلوس فيستيفال بشوارع المدينة، الاحتفالات اللي كنا نعملها، واليوم صاروا نجوم عالميين. مايك ماسي مثلا منهم كان. يعني كانت رافقنا معارض فنية وحرفية. السنة ما عملناها سنة، يعني خلينا نركز على البرنامج الفني. بهمنا ننتج مع المواهب الجديدة، وهيدا رح ركز عليه ببرنامج السنة القادمة الله راد. بهمني ارجع بعد كذا وقت من حضور لجنة فاعلة دائمة نشيطة انه نرجع نبلش نستقطب عناصر جديدة لتأمين استدامة العمل. يفهم المنتسب الى مهرجانات جبال شو دورها، شو هدفها المهرجانات. منا مجرد حفلة عم تعملها، يعني في دور تثقيفي، في دور حضاري، في دور إنمائي، في دور اقتصادي. مهرجانات بيبلوس بتشغل حوالي 700 شخص بالموسم الصيفي، يعني على 3 أو 4 أشهر بكل القطاعات، السياحي، الفندقي، المطاعم، التجهيزات، الحراسة. حوالي 700 أو أكثر بيشتغلوا مع مهرجانات بيبلوس مباشرة، عدا عن الجمهور يلي بتجيبه واللي بيتوزع بجبال بالقطاع السياحي والقطاع الاقتصادي والأسواق كلها سوا. لسبب لما بتغيب المهرجانات هيدي بخف بطل مقصود الموقع اللي انت فيه، علما بأنه جبال منا ناطرة حدا يعملها مقصد، يعني هي بحد ذاتها مقصد، بس لا شك بتساعد. أي نشاط عم ينعمل بيساعد. ببداية المهرجانات السنة يعني تمنيت قبل شوي كنا بالمؤتمر الصحفي نجاح لبقية مهرجانات لبنان، لأنه هن نقطة ارتكاز أساسي بإطلاق الحركة السياحية. كذلك بتمنى لنا نحن النجاح، وعلى أمل لقاء معكم قريبا. شكرا.